والسعادة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضرات سيداتي والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بمناسبة انعقاد الدورة 133 لمجلس الجامعة أن أحيي مجلس الجامعة وأن أعرض عن عظيم الشكر وجميل عرفاني لرئيس الدولة السابقة معالي الأخ وليد معلم وزير الخارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي قاد هذا المجلس بكفاءة واقتدار في ظرف دولي وعربي عسيب. والشكر كذلك موصول إلى معالي الأمين العام لجامعة السيد عمرو موسى ودوره الريادي في قيادة الجامعة ونائبه والأمناء المساعدين وجميع العاملين في الأمانة العامة على ما بذلوه من جهد. وبهذه المناسبة الفريدة التي تترأس فيها الصومال مجلس الجامعة نقدم شكرا العميق لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا حكومة وشعبا على توفير الجو الملائم لانعقاد هذه الدورة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تنعقد هذه الدورة والعالم العربي يواجه بصفة عامة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة، في حين تواجه بعض الدول الأعضاء عدوانا خارجيا في فلسطين وفي جيبوتي، وأخرى داخلية في السودان وفي الصومال وفي اليمن الشقيق، في وقت يتضلع العالم إلى الوحدة والوئام والشراكة السياسية والاقتصادية. ومع هذا الوضع القائم يخرج لنا أمير دولة القطر الشقيقة بمبادرة كريمة تحمل بمشاعر المصالحة التي تمت مؤخرا في الدوحة بين الحكومة السودانية وبين المعارضة في دارفور، وهو إنجاز فريد جاء في الوقت المناسب. ومن هذا المنطلق فإننا نرحب ونؤازر هذه الخطوة المباركة، ونأمل أن تليها خطوات مماثلة تحمي وحدة السودان واستقلاليته ليقوم بدوره الرائد والرابط بين عالمين العربي والأفريقي. كما نأمل أن يتم الوئام والوفاق الوطني في كل من فلسطين والصومال واليمن. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات سيداتي والسادة، يسعدنا أن نبشركم بأن الوضع في الصومال قد تحسن مقارنة لما كانت عليه الأمور في العام الماضي، حيث قامت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فخامة الرئيس شريف شيخ أحمد بمد يد المصالحة للجميع، وقد حصلت استجابات طيبة من بعض فصائل الحزب الإسلامي وحركة أهل السنة والجماعة وشيوخ القبائل والإدارات الإقليمية في مناطق الشرق. ورغم سعة قوة الخلافات التي تغذيها أطراف دولية وجماعات إرهابية عالمية، فإن الحكومة تلتزم في خطها الثابت نحو حل الخلافات بالتفاوض وفق الميثاق الوطني. وبهذه المناسبة نشكر دول الأعضاء الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى نحو تحقيق هذه المصالحة. إن الوضع في الصومال يتطلب من مجلسنا الموقر مواقف دائمة وقوية في مؤازرة الحكومة الشرعية ومساعدتها في استتاب الأمن ورعاية الاستقرار، ويتطلب كذلك دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا. ومعنا نؤمن بأن المصالحة هي السبيل الأنفع لحل الخلافات، وأنها هي خيار استراتيجي للحكومة. فقد تأكد لنا ولشعبنا وللعالم بأسره أن هناك فئات ترتبط بالإرهاب الدولي ولا تستهدف الصومال فقط، بل تستهدف أمن العالم العربي والأفريقي والمجتمع الدولي برمته. ونؤكد بأننا لا نستطيع وحدنا محاربة هذا الإرهاب إن لم يكن هناك تكاتف عربي وأفريقي ودولي. وما نشاهده اليوم من تساعد وتضرر في بعض المناطق وزيادة عمليات القرصنة الدولية لا يمكن حلها إلا بتقوية وتأييد الحكومة المؤقتة ورعاية النظام والأمن والاستقرار في داخل الصومال. كما ندعو المجلس ودول الأعضاء إلى القيام بالدعم الإنساني لشعب الصومالي الذي يعيش في حالة من الحرمان منذ سنين عدة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لا يمكن أن نغفل عن قضية شعبنا الفلسطيني الذي يواجه خطر الحصار والإبادة وانتهاك مقدساته، وندعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته في حماية هذا الشعب. وبالمثل ندعو أشقائنا في فلسطين للاحتكام بالعقل ونبذ الخلافات الداخلية
وإعادة الوئام الفلسطيني وقف مؤسساته الشرعية. وننوه هنا جهود الدول العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية الشقيق نحو المصالحة الفلسطينية. أما اليمن الشقيق فأنا نعتقد بأنه يتعرض لعدوان يستهدف إلى تفكيك وحدته وشل مقدراته، ونرحب بمبادرة الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والعودة إلى مائية المفاوضات. كما ندعو على أطراف المعارضة بالالتزام هذه المبادرة، وندعو أيضا الدول الأجنبية بالكف عن تدخل في شؤون هذا البلد واحترام استقلاله ووحدة ترابه. أصحاب السمو والمعالي، حضرات سيداتي والسادة، نرحب بتوسيع رقعة الديمقراطية في عالمنا العربي، حيث يستعد العراق الشقيق وجمهورية السودان بانتخابات ديمقراطية تفسح المجال لتضييق الخناق أمام محاولات التي تستهدف وحدة هذه البلدان. وفي الختام لا يسعني إلا أن أكرر شكري لكم جميعا، وأتمنى أن تكون هذه الدورة متميزة وأن تكلل أعمالها بالنجاح والتوفيق، وأن تصدر عنها قرارات وتوصيات تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة. وقبل أن أختم كلمتي أرحب كذلك الأخ وزير الخارجية بجمهورية تونسية سيد كمال مرجان، معالي الدكتور علي شامي وزير خارجية جمهورية لبنان بانضمامهم إلى المجلس. وشكرا، وأدعو المعالي الأمين العام للقاء كلمته. شكرا